كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. اهلاوي انا والفخر ليا، خلعنا بالكاس واكلنا بيراميدز المهلبيه. يا سلام يا جماعه، الكاس ال 38 اهلاويه وبالتخصص. لا تقول لي بقى بيراميدز ولا تقول لي اسيوطي مين يا باشا وبيراميدز مين؟ ده سبحان الله، هي يا باشا بالتخصص. الف 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 مبروك يا اهلاويه، عشان اكلنا لا مؤاخذه بيراميدز احلى طبق مهلبيه. وكل سنه وانتم طيبين. ايه يا جماعه الماتش ده؟ ايه يا جماعه الماتش ده؟ والله العظيم بص، كنا قاعدين على اعصابنا. يعني صحيح اول شوط كده اللي هو ايه، من بين قربي وخوفي عليك. ايه ده؟ ليه كان الخوف ده؟ ليه الخوف ده يا جماعه؟ الفرقه ما تستاهلش والله. ولكن بقى يا باشا الشوط الثاني هو بقى يا باشا ده الاهلي، هو ده الاهلي اللي معودنا. صحيح جه فينا جول ملوش اي 30 لازمه من بيراميدز، بس ايه، اللعيبه وقفت على رجليها ويعني ظبطنا الاداء، وكولر ظبط الدنيا، وبسم الله ما شاء الله الواد كهروب يا باشا، اللي بسم الله ما شاء الله ربك كرمه كده. بص من عنده والله. وزي ما قلت لك قبل كده، حتى لو لبست كهربا ده جلابيه وعمه ووقفته في ال 18 هيجيب لك جول يا باشا. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ وايه الجول التاني ده؟ ايه الجول التاني وحلاوته ده؟ الواد حسين الشحات عمل واحده عليا النعمه، بص عابره للقارات. وايه يا حمدي يا فتحي ده؟ انت لا فرق معاك شناوي ولا فرق معاك مدافعين ولا فرق معاك اي حاجه يا باشا. بسم الله ما شاء الله فدائي يا ابني. ايه الجول التاني عالمي يا جماعه. ومش عايزين ننسى والله يا جماعه، مش عايزين ننسى حسين الشحات شال كرة من على الخط بصدره. يا لهوي والله العظيم قلبي وقف. وقبلها برضو علي معلول برضو قلبي وقف يا جماعه. والله كنا هنموت يا جماعه. الكاس ده ليه طعم كده مختلف، عشان المشاكل اللي كانت حاصله قبل الماتش. قال لك هننسحب، ومره قال لك لا اصل مش عارف ايه، والتذاكر و20,000 متفرج و20,000 مش عارف، وخدوا هم 10,000 تذكره وحطوهم في الدرج لا مؤاخذه ما جوش. وهم بس ال 10,000 بتوع الاهلي يا باشا كانوا قلبين الاستاد. بقول لك ايه، انت لو وديت 3 4 بني ادمين كده من جماهير الاهلي هتولع لك في الاستاد. احنا يا باشا بسم الله ما شاء الله 10,000 زي 100,000 يا باشا. بسم الله ما شاء الله، يعني 10,000 زي 100,000. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ هي دي جماهير الاهلي، وهو ده روح النادي الاهلي. وزي ما قلت لك الكاس ده طعمه كده مختلف. ليه بقى؟ عشان من الاسيوطي. عارف يعني ايه بالاسيوطي؟ عارف يعني ايه تطلعهم بالدولاب فاضي؟ لسه دولاب الاسيوطي فاضي يا جماعه. 0 بطولات، لسه 0 بطولات. عشان كده بقول لك الاهلي بالتخصص 38 كاس. عارف يعني ايه؟ بسم الله ما شاء الله في فرق سنين ضوئيه بينك وبين اقرب واحد يا باشا. انت بتتكلم في ايه؟ ما تقوليش بقى قطبين بقى والجو ده. بسم الله ما شاء الله يا باشا، مين يقدر على الاهلي؟ هو ده روح الاهلي، وهو ده بص، هو ده تيشيرت النادي الاهلي. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ في فرق كبير قوي، يا جماعه والله. وعلى فكره الماتش كله، لا يعني يا جماعه احنا اللي كنا مسيطرين واحنا اللي كنا عايزين نكسب. يعني باتشيكو كان خايف جدا. كفايه ان هو ما كانش بيلعب اصلا براس حربه. الراجل ما كانش بيلعب براس حربه، ما نزلش راس حربه غير بعد ما جه فيه الجول الثاني. فهو اصلا كان خايف. احنا اللي كان لنا الاسبقيه واحنا اللي مسيطرين على الماتش. بص يا باشا على نسبه الاستحواذ، بص على الجمل اللي كانت بتتعمل، بص انت كنت عامل فيهم ايه. اللهم ان بس كان عندنا شويه هفوات دفاعيه هي اللي عملت الكورتين بس، اللي الحمد لله ربك سترها. وبسم الله ما شاء الله يعني علي معلول وحسين الشحات ربنا يكرمهم. يعني بص الحمد لله يا جماعه. الكاس ال 38 اهلاويه، بسم الله بقى ما شاء الله. والف الف مبروك يا اهلاويه، واكلنا لا مؤاخذه بيراميدز المهلبيه.